الطريقة الوحيدة لحل تعفن الدماغ 50 حاجة تعمليهم بدل التقليب على الموبايل. 1. حلي كلمات متقاطعة أو سودوكو. 2. اقرأ فصل من كتاب أو حتى صفحة. 3. اتعلمي 5 كلمات جديدة بلغة تانية. 4. اكتبي أفكارك أو يومياتك في كشكول. 5. اتفرجي على وثائقي قصير على يوتيوب. 6. اسمعي بودكاست بيعلمك حاجة جديدة. 7. جربي تطبيق بيعلم مهارة جديدة. 8. اكتبي قصة قصيرة أو خاطرة من دماغك. 9. اتفرجي على فيديو عن علم النفس أو الفلسفة. 10. اتعلمي لغز منطقي أو خدعة رياضية. 11. ارسمي أو لون حتى لو مش شاطر. 12. جربي تكتب بخط جميل. 13. صممي حاجة بسيطة على ورقة، شعار، ديكور، إلغاء. 14. صوري حاجة حلوة حواليك. 15. وصف مشهد من خيالك على الورق. 16. اعملي حاجة بإيدك زي أوريجامي أو كولاش. 17. اكتبي أغنية أو بيت شعر. 18. رتبي صورك القديمة أو اعملي ألبوم. 19. جربي تطبيق لتعديل الصور بطريقة فنية. 20. ارسمي خريطة ذهنية لأفكارك. 21. انشي 10 دقايق في الهواء. 22. اعملي شوية يوجا أو تمارين تمدد. 23. نظفي وارتبي ركن صغير في البيت. 24. اعملي ورد قراءة أو سماع قرآن. 25. اشربي كوباية مية بتركيز وتأمل. 26. جربي وصفة صحية بسيطة. 27. رتبي مكتبك أو شنطتك. 28. العبي مع حيوان أليف لو عندك. 29. جربي تمرين تنفس عميق لمدة دقيقتين. 30. اقفي في الشمس شوية. 31. ابعتي رسالة لطيفة لحد بتحبه. 32. كلمي صاحبتك القديم. 33. اكتب رسالة لنفسك في المستقبل. 34. شاركي فكرة مفيدة مع حد. 35. اسألي حد عن يومه بجد. 36. افتكري لحظة حلوة واكتبها. 37. اتفرجي على فيديو مضحك مع حد. 38. ساعدي حد في حاجة بسيطة. 39. اقراي اقتباسات تحفيزية. 40. فكري في 3 حاجات انت ممتنة ليهم. 41. اعيدي في هدوء وتأمل شوية. 42. اسمعي صوت الطبيعة أو موسيقى هادية. 43. ولعي شمعة أو بخور. 44. اتفرجي على منظر طبيعي لمدة 5 دقايق. 46. اقراي حاجة عن موضوع عمرك ما اهتميتي بيه. جربي تكتبي نكتة أو حاجة تضحك. 44. اعملي تحدي صغير لنفسك. اقراي عن مكان نفسك تزوره. 50. اقعدي مع حد كبير في السن واسمع حكاية منه. لو دماغك باظت من موبايل، ده الحل الوحيد لإنقاذها. خطوات مرتبة هتغير حياتك. مشكلتنا مش إن الموبايل سرق وقتنا، مشكلتنا إن ما بقناش نسيب فرصة لدماغنا تتنفس. لو بتحسي إن دماغك بقت معفنة، نسيان، تشتت، ملل، فاعرفي إن الحل مش في إنك تبطلي موبايل. الحل في إحياء دماغك من أول وجديد، وده اللي هنعمله النهاردة. اعملي 3 حاجات بس من اللي قلناهم النهاردة وشوفي دماغك هتفوق إزاي. عمرك حسيتي إن دماغك واقفة، مش قادرة تركزي، أفكارك تبقى تقيلة كأنها معطلة؟ ده اسمه تعفن الدماغ، ومفيش ليه غير طريقة واحدة إنك ترجعي مخك يشتغل تاني. بنوصل للحالة دي لما نقعد نقلب في الموبايل بالساعات لحد ما أفكارنا تبرد وحماسنا ينطفي ووعينا يتسحب مننا. الحل الوحيد إنك ترجعي تشغلي دماغك بأي حاجة، المهم فعلاً تشتغل. تعفن الدماغ مش حالة، ده تحذير. تحذير إنك محتاجة ترجعي تعيشي، مش تفضلي تتفرجي. ومفيش طريقة للحل غير إنك تعملي، مش بس تشوفي. القسم الأول وأكتر حاجات تشغل دماغك: حلي لغز منطقي. 1. شغل 20 وصلة في المخ. اتفرجي على فيديو علم نفس أو فلسفة. خلي دماغك تفكر مش تستهلك بس. سودوكو أو كلمات متقاطعة، أفضل جيم يومي لتسخين العقل. اتعلمي 5 كلمات جديدة في لغة، مخك بيحب الحاجات الجديدة. اقري صفحة، مش لازم كتاب. بودكاست فيه معلومة. 7. تطبيق مهارة جديدة، اكتبي قصة من دماغك. اعملي خريطة ذهنية لأفكارك. صممي حاجة بسيطة، شعار أو ديكور. القسم الثاني حاجات تكسر روتين المخ. 11. جربي تكتبي بخط جميل.
12 اكتبي أغنية أو بيت شعر. ارسمي أو لوني. 14 اعملي حاجة بإيدك. 15 صوري حاجة جميلة. 17 رتبي صورك القديمة. 12 اقري عن موضوع عمرك ما قربتيه. القسم الثالث إعادة ترتيب فوري للمخ. 20 امشي 10 دقايق. 21 اتنفسي عميق. 23 يوجا وتمدد. اشربي مية بتركيز. 25 اقعدي 5 دقايق بدون شاشات. اسمعي صوت الطبيعة. ولعي شمعة. اتفرجي على منظر طبيعي. القسم الرابع إعادة تشغيل إنساني للمخ. 29 كلمي صاحبتك القديمة. 30 ابعتي رسالة لطيفة. 31 اسألي حد عن يومه. شاركي فكرة مفيدة. 33 ساعدي حد. اقعدي مع حد كبير واسمعي حكايته. القسم الخامس استعادة الروح والتحفيز. 35 اكتبي لحظة حلوة. 36 فكري في 3 حاجات ممتنة ليهم. 37 اكتبي رسالة لنفسك. 39 اعملي تحدي صغير. 40 اقري عن مكان نفسك تزوريه. القسم السادس أنشطة لطيفة خفيفة. 41 رتبي ركن. 42 رتبي مكتبك. 43 جربي وصفة أكل جديدة. 44 العبي مع حيوان أليف. 45 ورد، قراءة أو سماع قرآن. 47 جربي تكتبي نكتة لما تقرأيها تضحكي عليها. 44 اعملي حاجة بإيدك كوجية أو هاند ميد. اقفي في الشمس شوية. ولعي شمعة أو بخور. بنوصل للحالة دي لما نقلب في الموبايل بالساعات لحد ما أفكارنا تبرد وحماسنا ينطفي ووعينا يتسحب مننا. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة واستنيني كل اثنين وخميس الساعة 5. القسم السادس أنشطة لطيفة خفيفة. 41 رتبي ركن. 42 جربي وصفة أكل جديدة. العبي مع حيوان أليف. اتفرجي على فيديو مضحك. ورد، قراءة أو سماع قرآن. جربي تكتبي نكتة لما تقرأيها تضحكي عليها. اعملي حاجة بإيدك كروشية أو هاند ميد. اقفي في الشمس شوية. ولعي شمعة أو بخور. بنوصل للحالة دي لما نقعد نقلب في الموبايل بالساعات لحد ما أفكارنا تبرد